بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم. بعد مباراة الأهلي ومازيمبي اللي اتلعبت النهاردة إن شاء الله بعد صلاة العصر الساعة 3، وكانت المباراة انتهت 0-0. طبعا احنا امبارح كنا اتكلمنا عن المباراة والتشكيل وتوقعاتنا، وقلنا في التوقعات بتاعتنا الماتش ده لا ينتهي تعادل لا ينتهي ان شاء الله بفوز النادي الاهلي. وفعلا الاهلي كان في اول ربع ساعة او اول تلت ساعة و25 دقيقة كان ممكن يكسب المباراة. حتى في الشوط التاني برضو كان عنده فرصة بتاعت طاهر محمد طاهر، برضو كان ممكن يكسب بها المباراة. احنا امبارح كنا متوقعين التشكيل، والتشكيل تقريبا حتى توقعاتنا في التبديلات والحاجات ديت اللي احنا قلنا ده ممكن يبدأ ده بدأ. يعني انا مثلا التشكيل خط الظهر وحراسة المرمى اختلفت، بس في وسط الملعب نيدفيد اكرم نزل مكانه، وعبد القادر نزل مكان كان توقعي بيرستاو. وطبعا انا قلت لكم لا كهربا لا وسام، وقلت موديست بره القصه خالص، حتى الاحتياطي ما ينزلش فيه، وده اللي حصل فعلا ان هو ما نزلش حتى في الاحتياطي، ما نزلش حتى ولو دقيقه واحده. المباراة كانت مباراة في بداية المباراة. التشكيل بتاعه زي هقوله لكم على السريع كده: شوبير، محمد هاني، عبد المنعم، آه، ربيعة، علي معلول، السولية، كوكا، أكرم، رضا سليم، وسام، أحمد عبد القادر. المباراة بدأت سريعة من ناحية النادي الأهلي، والأهلي جاله في أول دقيقة كورنر واتلعبت على القريب واتاخدت وراحت لوسام. ووسام هو الجون فاضي، ما تعرفش هو طلعها ازاي، يعني لو حد بيقول له طلعها ما كانش هيقدر يطلعها. بعدها برضو بدقيقتين جات له فرصة تانية، وبدأت الدنيا تروح في صالح الأهلي. كان بيلعب بالأمانة بيلعب بضغط عالي، ودي كانت ميزة مخليهم بيغلطوا، لأن هو عندهم الدفاع بتاعهم ضعيف، فكان دايما يحصل غلط، يخطأ كل ما يضغطوا كل ما بيحصل غلط. وانت ضغطت عليهم برجلتهم ما بقوش عارفين يعملوا ايه. طبعا الملعب نجيل مش طبيعي، وبالتالي الوقت بيبقى في صالحهم. بعد حوالي 10 دقايق أو 8 دقايق بالظبط بدأ لعيبة مازيمبي يبتدوا يمسكوا الكورة وبتاع. جات لهم كورنر عملوها بالراس كويس. كانت برضو عندنا مشكلة كتيرة في الكورة الثابتة، مشكلة لازم يبقى لها علاج، لأن كل كورنر أو فاول على حدود المنطقة بيعمل لنا مشكلة. طبعا في الدقيقة 12 في كرة جت في ايد لاعب من النادي الاهلي. اللاعيبة ضغطوا علشان ياخدوا ضربة جزاء، والحكم ما سمعش حتى بعد ما رجع للفار في الاربيس يعني. طبعا بدأت المباراة تاخد ايه من بعد 10 دقايق ربع ساعة تلت ساعة، بدأ يحصل توازن. مازيمبي طبعا راح، بس ما راحش بفرص اللي هي ملعوبة وكور وجمل وحاجات دي خطيرة، لا، كان دايما بيروح عن طريق ايه، عن طريق كورنر، عن طريق فاول وكده. طبعا في كوره فرصه خطيره ملهاش حل، كانت في الدقيقه 18 اللي اتلعبت من ناحيه اليمين، من ناحيه اليمين الشمال بتاعنا، اليمين بتاعهم، وراحت في الناحيه التانيه في ال 18 في السته. شوبير طلعها بصراحه بعجوبه، وده لعيب محترم ولعيب قوي، وان شاء الله نتمنى له ان هو يستمر على كده. بعد كده احمد عبد القادر بعدها بدقيقه يا دوبك الكره دي اتردت، عملها رضا سليم، كانت تقريبا انفراد، لو هو وقف على الكره شويه ودخل بيها كان هيبقى عنده فرصه كويسه جدا. طبعا بدأت برضو جت فرصة تانية لمازيمبي قوية في الدقيقة 22. في الفترة من الدقيقة 20 لحد الدقيقة 30 كان المباراة كانت سجال وكانت قوية جدا بين الفرقتين. برضو في عرضية الرامي طلعها. بدأ الأهلي يرجع بقى من الدقيقة 33، يرجع دفاع منطقي من وسط ملعب، وده أنا كنت شايفه يعني. هو لو احنا قعدنا نقول ان هو الراجل ما يقدرش او اللاعب ما تقدرش تلعب في الجو ده 90 دقيقة ضاغط عالي، ممكن يبقى، انا وجهة نظري يعني مش وحش ان انت في وقت معين تبتدي خلاص. انت كان في دماغك انك انت في اول تلت ساعة ونص ساعة تضغط من قدام، تغلط لعيب فيهم زي ما حصل، ويجي لك فرصة تجيب هدف وتلم الدنيا. انت عملت كده وجات لك فرص
بس ما قدرتش تستغل الفرص دي. لازما في الوقت ده، في الربع ساعة الأخرانية من الشوط الأولاني، يبتدي يرجع اللعيبة عشان تاخد نفسها، لأن بدأ تحصل احتكاكات جامدة. اتصاب كوكا وطلع، بقى أكرم اتخبط. بدأت يعني إيه، بدأت الدنيا اللعيبة، لأن الماتش بدأ ياخد يعني الدنيا بقت صعبة، صعبة. طبعا بدأت الشوط الثاني طبعا بتغيير. نزل الشوط الثاني نزل تغييرين اتنين. نزل تاو مكان رضا سليم اللي برضه حس بشكوى، ونزل محمود متولي مكان كوكو. ده كان مفاجأة بالنسبة لي، يعني ما كنتش معمول حسابه اصلا في مسألة تغييرات، لكن هو لاعبه في المكان اللي هو مكان نص الملعب اللي زمان ايام فايلر اللي هو اكتشف في المكان ده. يعني فايلر اول واحد لعب محمود متولي في المكان ده ولاعبه، وكانت مفاجأة بالنسبة لنا، يعني بالنسبة للناس كلها، ان هو لعب بيه. ومحمود متولي لعيب كويس جدا، وما ما فيش فيه اي حاجة، بس هو مشكلته في الاصابات الكتيرة. ما اعرفش بقى نتيجة تأهيل، نتيجة هو بيهمل في حق نفسه، او مشاكل تانية، بس المهم ان هو لعيب كويس. برضو يعني ما حسناش ان وسط الملعب بتاع الاهلي قد كده. بدأ مازيمبي جات له فرصة في الدقيقة 2 من الشوط الأولاني، من الشوط الثاني. بعد كده حصلت إصابة جامدة لأكرم، خرج ونزل مكانه قفشة. بعد كده نزل كهربا مكان وسام، وطاهر مكان عبد القادر. الاهلي بدأ بعد الدقيقة 80 او 82 بالظبط يمسك كورة ويبتدي يلعب لعبه على الارض، وينسى قصة الجري والتخبيط والحاجات دي. وبدأت الدنيا تمشي بسرعة لحد ما جت الساعة الدقيقة 86، فرصة لا تضيع. كهربا ضغط وخد الكورة وعمل، وراحت لطاهر الاستباطة لحد ما المدافع طلعها. ودي في الماتشات اللي زي دي، حاجات زي كده ما تضيعش، او على الاقل يعني موت نفسك عليها وخش هات ان شاء الله حتى طبعا برضو في الدقيقة 88 شوبير طلع كرة قوية جدا. بدأت المباراة، الحكم ادى 4 دقايق، وبدأ يعني كل واحد بقى خايف لأنه هو يخسر. المباراة في إجمالها مجملا كويسة. الأهلي عمل مباراة معقولة. أنا من وجهة نظري هو طلع باللي هو عايزه. ما يعني الفرقة نفسها، فرقة مازيمبي ما تخوفش، لكن هي فيها الأجواء والجمهور والحاجات دي أثرت شوية، ولكن أنت في الإجمال قدرت تاخد المباراة اللي أنت عايزه. قدرت إنك أنت تسير المباراة زي ما أنت عايز. فايلر دماغه راحت لفايلر. كولر راجل يعني بدأ يفهم الكرة الإفريقية، وبدأ يعرف أنا إزاي هاخد اللي أنا عايزه من المباراة. حتى لو أنا ما كنتش في بعض الفترات كويس، بس أنا من وجهة نظري سيبك من أي كلام يتقال. انت عندك راجل طلعت بنتيجة كويسة، وراجل عملت فرص، وراجل عملت شغل. انا احييك على المباراة دي، احييك، لانك انت قدامك عندك 90 دقيقة في القاهرة، هيبقى الاجواء مختلفة، وهيبقى الملعب مختلف، والجمهور مختلف. دي بتاعتك انت. بس فعلا المباراة بتثبت ان الاهلي ليه شخصية، ليه شخصية بطل. الفرقة قوية، فرقة تقدر تتعامل مع الأجواء المختلفة، فرقة تتعامل مع الظروف. انت عندك اصابات كتيره ولعيبه مؤثره، امام والناس كتيره موجوده تفرق معاك. فانت انا شايف ان المباراه كويسه، وشايف ان من الناحيه الفنيه كولر قدر يتعامل كويس معاه. طبعا ممكن ناس بقى تطلع تعمل لك، تقول لك مش عارف الاهلي، مش يا عم روح اكسب انت في الاجواء دي. روح اعمل الشغل بتاعك، انت ما تقعدش وانت قاعد في التكييف تقول لي مش عارف إيه. انت شايف الملعب كان عامل ازاي والحر والحكايه دي. برضو زي ما قلت امبارح انا ما عنديش مبررات، واللي مخليني بقول انه كده لان شفت اللعيبه لعبت وراحت عملت فرص. ما الفرقه قبل كده كانوا بيروحوا يقفوا في ال 18 طول 90 دقيقه، لا انت طلعت وعملت فرص. وانك انت في مباراه زي دي تعمل لك 3 4 فرص، لا ده انت كويس مش وحش. فان شاء الله المباراه العوده هيبقى لها تفكير مختلف، وهيبقى لها شغل مختلف، هيبقى لها تكتيك مختلف، لان أنا طبعا لازم انزل مهاجم. النتيجه دي برغم ان هي حلوه، لكن في الاساس خادعه. ما اقدرش اعتمد على ما جبتش جون. فانت النهارده دلوقتي 0-0، الجون لما يجي هنا جون بجونين غلطه مش عارف ايه، يبقى لازم انا اتعامل مع هاجم كويس ودافع كويس، واقدر احط نفسي في المكانه الكويسه. ان شاء الله بنسبه كبيره ان شاء الله الاهلي يوصل للنهائي. برضو قبل ما اختم،
تابعت قبل ما اعمل الفيديو المباراة بين سان داونز وبين الترجي في الترجي، كسب الترجي 1-0. وانا من وجهة نظري ان نسبة الترجي في الوصول للنهائي تتجاوز 90%. وبقى هنفتكر الكلام ده، لان الترجي بيعرفوا يلعبوا مع سان داونز، يعرفوا يلعبوا مع الفرق الافريقيه، وبالذات سان داونز. يعني تلاقي الوداد والترجي نتائجهم حلوه جدا مع مع سان داونز، احسن من نتائج الاهلي حتى مع سان داونز، لانه بيعرفوا يتعاملوا معاهم وبيعرفوا يتعاملوا مع الاجواء، ويهمش بقى لعب الظهر ولا بالعصر، بس هم بيعرفوا، عندهم وعي تكتيكي حلو قوي. فان شاء الله انا بتوقع من وجهه نظري انا ان النهائي هيبقى بين الاهلي وبين الترجي. بشكركم، وإن شاء الله بإذن الله يكون الكلام اللي أنا بقوله بيعجبكم، وأتمنى إن شاء الله إن كل الفيديوهات بتاعتي تنال إعجابكم، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.